احنا من اول الحاجات اللي قريناها كانت خناقه، فدخلنا على طول في الخناقه يعني. بالظبط دخلنا في الخناقه اللي هو خلاص احنا اقتحمنا بعض. هي الظاهر متضايقه بجد مش عارف ليه. قعدنا قرينا يعني اول حلقتين تقريبا صح، وقابلنا استاذ ميرلي واستاذه نادين وقعدنا بقى فتحنا يعني كده جميله بجد جميله قوي يعني. مشهد الخناقه مع شيري يعني اللي بنزعق فيها مع بعض في الاول، المشهد اللي هو بعد ما شفتهم بقى هما الاثنين قاعدين مع بعض، الثالث اللي هو بعد ما كنت متعور وكده وبزعق بقى لكريم وشيري في الجامعه وكده. هو مش حكايه ان هو صعب، بس اللي حبيته قوي كان مشهد ياسمين والجد، كنت بحبه يعني. انا حاسس ان هو عشان الصغير، هو دايما في البيت كده الصغير ده بيبقى على الحجر يعني فاهمه، بيبقى متدلع قوي. لا معلش سوري، ده ما كانش متدلع بس، ياسين حرام عليك. لا ياسين كان متدلع. ايوه ماشي، مش بس كده يعني، برضو كان لا اللي هو ليه كانت بتفرق بين ياسين وياسمين. انا ما بقولش ان دي حاجه صح، دي حاجه غلط تمام. اتكلم كياسين هو عشان من وهو صغير هو راجل البيت يعني، بتقول له انت راجل البيت يعني. بس هي برضو عشان هي اللي كانت بتقعد تقول كده يعني، برضو مش منك انت بس يعني، برضو حرام ما نقعدش نقول ياسين هو السبب بس لوحده يعني. لا انا بتستهو يا جدع جدع قوي كمان. اعتقد لو اتكلمنا اكتر، فلو كانت الام برضو مهتمه بمشاكل ياسمين برضو ما كانتش هي هتحس ان في تفرقه او ان هي بتفضل ياسين عليها يعني. هقول لي ياسين راجع نفسك. هقول لي ياسمين كملي في اللي انت بتعمليه. يا ريتني كنت قلت كده. يعني في الاول عادي يعني موجوده. ده بجد ده كياسين. ايوه انما بعد كده بعد الحلقه ال 12 تقريبا صح؟ لا ما بقت موجوده قوي يعني. يعني في الاول هو ايه اللي كان بيعمله ده، وبعد كده برافو ان انت بتحط افرت يعني عشان تتغير.